في مديريات معينة. ايش معنى ذلك؟ فخرجوا سرطان من مناطق ما يخرجون، ونطلب من الاخوان المشايخ تحديد موقف وموقف، وانا اطلب من الجميع انه تشكيل لجنه من المشايخ الذي تروهم لمتابعه تنفيذ ما نتفق عليه، ما اتفقنا عليه هذا، يعني اما التزامات منهم هؤلاء الذي عادهم ممكن يدعوا عقولهم ويرجعوا من لنا والينا ويعترفوا انه سمحنا خلاص عفى الله عنهم وما يبقوا ويلتزموا ويتخلوا عن هذا التنظيم الارهابي، ولا ثانيا واخرجوهم من مناطقهم ولا سلموهم للدوله. انا اتكلم هنا لانه يجب ان نفرق ما بين من يؤمر بان يطلق الرصاص على المحتجين سلميا وبين من يستعمل عقله. يصرح احد الاخوه المسؤولين ويقول اذا جوهم اطلقوا الرصاص عليهم. هل هذا مسؤول يا اخوان؟ هل هذا مسؤول؟ اطلقوا الرصاص على المحتجين سلميا؟ يا اخواني هذا من يريد ان يدمر البلد يا اخواني. هذا من يريد ان يزرع الارهاب في البلد. انا اقولها صراحه. بالنسبه لقضيه المطالبات يا اخواني، احنا قضيه ندين وادنا الجرائم هذه البشعه ادناها، ولكن يا اخواني ايضا احنا المطالب فقط ان يفعل القانون ويفعل شرع الله، لا نطبق حكم قراقوش القريم ولا النعمه.